فالشاهد من الموضوع هو انا لازم يبقى عندي اصلا، احنا هنتكلم كمان شويه على الاستراتيجيك بلاننج. هو انت مش محتاج يبقى عندك استراتيجيك بلاننج لنفسك مش للشركه بس. استراتيجيك بلاننج ده للشركه، الاستراتيجيك بلاننج لنفسي انا عايز اكون، انت عايز تكون كمان 5 سنين ايه؟ والله عايز اشتغل في الاف بي اند ايه. طب حضرتك ليه رايح تاخد سي بي اي او اي فار اس؟ ليه؟ انت شغال في الباث الغلط يا حبيبي. في حد بيكلمني بعد ما خلص هيمتحن ويقول لي والله ده انا عايز ابقى اف بي اند ايه او اناليست. طب انت شغال على الشهاده الغلط. بس انا ساعتها ما بقولوش ما تاخدهاش، بقول له يكمل، خلاص الراجل بذل مجهود يعني. بس انت اصلا ماشي في الدايركشن الغلط. هو الراجل بدا شهاده ورجع، وبدا شهاده ورجع، وبعدين بدا شهاده. فين الاستراتيجيك بلاننج بتاعك؟ انت لازم تبقى مقرر عشان انا بعد 5 سنين هكون بشتغل في تحديدا في الاف بي ان اي. انا محتاج ان انا اخد سي ام اي ديورنج 2 years وقبلها اخد سنه اف ام اي اي. فانا خلال ال3 سنين دول انا حاطط البلان بتاعتي ايا كان هاخد مع مين. مش لازم سي ام اي يعني، بتكلم عموما. طب لو انا عايز ابقى اكسترنال اوديتور، والله انا هاخد بارت 1 في ليفل 1 بارت 1 في السي بي اي خلال سنه، وبعد كده during 2 years اخد البارت 10. صح كده؟ لازم يبقى انا مقرر من دلوقتي if you don't know where are you going any path will take you there. بقى اللي هو انا دخلت في الشهاده دي شويه ورجعت. وما اكثر اللي بيجي لنا من اسئله في نفس الموضوع ده، ان حد بدا في شهاده ورجع، وحد بدا في شهاده ورجع. اولا مفيش استراتيجيك بلاننج، استراتيجيك مانجمنت عنده مفيش. ليه؟ لان هو مش مقرر هيبقى ايه كمان 5 سنين. حضرتك قرر من دلوقتي. انا لما بيجي لي حد عايز ياخد كورس، مش لما بيسالني انا ما بجاوبش، انا بساله انت عايز تروح فين؟ انت محتاج توصل لايه؟ والله محتاج ابقى اوديتور، انا محتاج ابقى انترنال اوديتور، محتاج اشتغل في الاكاونتنج، محتاج اشتغل ماركتنج. تمام؟ اتفضل. عندي سؤال، هو مش عادي لو هو عمل شيفت كارير مثلا قعد فتره بيدرس حسب. لا مش دي حاجه تانية. شيفت كارير از اوسم بصراحه، يعني حاجه ممتازه الشيفت كارير. انا لو بتسالني دلوقتي عايز اشتغل ايه، اقول لك حاجه تانية خالص، بس ما عادش ينفع لان انا خلاص بقيت يعني اولموست اكسبيرت في الحته اللي انا فيها، ما ينفعش اعمل. بس انا عشان في حاجات كتيره جدد زي البي اي اس مثلا، انا لو احب اتخصص في حاجه زي كده، ان هو حاجه امبلمنتيشن للسيستم وبتاع. انا شغال حاجه قريبه بمعنى انا بعمل موديلنج على الاكسل، وبعمل بحط الميزان يطلع لي فاينانشال ستيتمنت وفاريانس اناليسيز. ده الكور بتاعي. بس انا لو انا اللي هختار ده. بس حسب انا هعمل شيفت كارير امتى. انا لسه في